لو انت من الناس اللي بتحب تاكل بروكلي كتير، تعالوا اول نسمع الفيديو ده وبعد كده نقرر اذا كنا هناكل بروكلي تاني ولا لا. اولا، البروكلي بالذره بالعنق بتاعه او بالساق بتاعته غنيه جدا بفيتامين سي. البروكلي بيساوي 4 اضعاف الفيتامين سي اللي موجود في البرتقال. ثانيا، البروكلي غني جدا بالكبريت، فكده هو مفيد لصحه الاظافر والشعر والبشره. تالت حاجه، البروكلي غني جدا بحمض الفوليك او فوليك اسيد، وده مفيد جدا طبعا بالنسبه للستات الحوامل. كمان بيفيد للناس اللي بتقعد قدام شاشه الكمبيوتر كتير، لانه بيعمل بيحسن الرؤيه، وكمان بيحمي الاشعه اللي بتيجي على العين، بيحمي العين من الاشعه دي او الاشعه الزرقاء زي ما بيقولوا عليها. بس البروكلي زي ما قلنا، كل ما الشركات عرفت ان البروكلي في ناس بتهجم عليه وناس بتروح تاكله عشان هم فاكرين ان هو سوبر فود، وان هو حاجه اسمها سوبر فود، الناس بتروح مغليه او البياعين بيروحوا مغليين الاسعار وبيخبوه من السوق. بس يا جماعه، مفيش حاجه اسمها سوبر فود، ومفيش حاجه اسمها اكله هتخليك سوبر هيرو. مفيش حاجه زي كده الا لما تكون بقى العشبه جايه من الجنه او النبات ده جاي من الجنه. لان بصراحه يا جماعه، ناس كتير قوي مع دخول البروكلي للسوق المصريه او السوق العربيه هجمت عليه، وما تعرفش ايه الاضرار اللي ممكن تجيلها او ممكن تعود عليها نتيجه تناول البروكلي بشكل خاطئ او بكميات كبيره جدا، كبيره عن المعتاد كمان. يعني سمعت ان في ناس ممكن تاكل في الوجبه الواحده 300 جرام بروكلي، فده يعني حاجه اوفر قوي يعني. اولا يا جماعه، البروكلي بيقلل نسبة امتصاص اليود في الجسم. يعني لو انت عندك مشكلة، يعني من الاخر لو انت مريض ضغط او انت عندك طفل، ما ينفعش ان انت تديله بروكلي عمال على بطال، لان ده هيقلل عنده امتصاص اليود في الجسم، وده هيؤدي لفشل في الغدة الكظرية. تاني حاجة، البروكلي غني جدا بالكبريت، فما ينفعش ان انا اخده وانا عندي نوبات قولون، لانه هيزود عندي الغازات وهيزود عندي الانتفاخات بتاعتي، فما ينفعش ان انا اروح اخد بروكلي كتير. طب يا جماعه، طب دي المحاذير اللي احنا لازم ناخد بالنا من البروكلي فيها. طبعا زي ما قلت لكم، الحاجه اللي لما بتزيد عن حدها بتنقلب ضدها. الحاجه المعقوله تبقى احسن بكتير. النبات البروكلي الساق بتاعه فيه فايده عاليه جدا، فنحاول دايما لو احنا هنقطع البروكلي ناخد الساق كمان، جزء من الساق معانا، لان الساق ده مفيد جدا لان مليان بالالياف. تالت حاجه حابب انوه عليها يا جماعه، ان لما احنا نيجي نسوي البروكلي في ناس بتسويه غلط. اولا، البروكلي لو اتسلق نسبه الفيتامين سي اللي فيه بتروح، فما ينفعش ان انا اسلقه مده طويله. البروكلي ممكن يتاكل ني بس مش هيبقى مستساغ. البروكلي لازم الميه تغلي، نحط فيها شويه ملح، نغلي على الميه ونحط فيها شويه ملح، وبعدين نسقط البروكلي ونطلعه بعد دقيقه ونص بالظبط، ونحطه في ميه بتلج عشان نوقف التفاعل الكيميائي ونوقف التسويه. بس الاحسن ان احنا بنحط له زيت زيتون وملح وفلفل، وبندخله الفرن على درجه حراره متوسطه لمده 12 دقيقه. هيطلع معانا البروكلي طعمه حلو جدا وغني بالفايده اللي فيه، الفايده فيه مش هتروح. في حاجه كمان احسن حاجه للبروكلي اللي هو البخار. البخار بيقعد 5 دقائق في حله البخار، هيبقى جميل جدا وتاكلوه بالهنا والشفا. زي ما قلنا لكم يا جماعه، معلومه ناقصه فهي معلومه غلط، لازم تاخدوا المعلومه كامله وتعرفوا انتوا بتاكلوا ايه، عشان بعد كده ما ترجعوش تندموا. اشوفكم على خير المره الجايه، مع السلامه. بس يا قط سلام. يا جماعه، ما تنسوش اللايك والشير، ودايما تتابعونا عشان تعرفوا كل جديد. سلام.